لما ابتدى الشوط التاني الواحد بقى قاعد عامل كده، فاهم؟ فانت انا كلمتين بس اللي بيبقوا قاعدين بره مع المدرب ده، يعني الكابتن محمد يوسف والكابتن عماد النحاس. طب بتتكلموا مع الراجل؟ طب حد بيقال للراجل ان تريزيجيه كان انشط واحد في الملعب وطلع؟ طب بلاش ده. زيزو كان انشط تاني واحد معاه في الملعب وطلع؟ طب بلاش ده. بالرمضان كان انشط واحد في نص الملعب وطلع، يعني غير حمدي غير مروان غير الناس دي كلها وطلع. طب حد قال له حاجه؟ طيب ولا في التغييرات هو بيتكلم من نفسه، ولا هو كان شايف، ولا كانت ايه الدنيا معاه؟ تقول لي ده اول ماتش رسمي ليه ومش اول ماتش رسمي ليه. ما انت برضو تشوف الشوط الاولاني، يعني كميه الفرص اللي احنا ضيعناها فخلاص يعني قلنا ان احنا خلاص مش هنجيب اجوان، بس ما يبقاش كده يعني. الشوط التاني نفضل على نفس الوضع، لكن ما يبقاش النشيط تريزيجيه هتقول ضيع ضربه الجزاء. طب ما هو كان انشط واحد في الملعب زيزو، تقول لي ده تعب او مش عارف ايه، ده لسه برضه اول ماتش رسمي ليه. طب ما هو اللي جاب لك ضربه الجزاء وهو كان انشط واحد بعد تريزيجيه يعني. هتقول لي بن رمضان برضه مش عارف اول ماتش رسمي ليه ومش عارف ايه. طب والناس اللي نزلت خلاص انا هبقى معاك في الكلام. طب والناس اللي نزلت دي، احنا عاديين خالص ومفيش اي حاجه. الناس اللي نزلت دي بقى، يعني حسين، انت شفت حسين الشحات طيب لما نزل اناني طيب ومفيش لعب، كل كره تيجي تطول منه، عايز يلم واحد او التاني وما بيعرفش. خلاص قفلت معاه، ما بقتش تيجي معاه خلاص مع حسين الشحات. انت طاهر شفته لما نزل، قفشه عايز يمسك كل كره يروح ناحيه اليمين ناحيه الشمال يباصي ويجري ورا الكوره. يعني ده هو بيباصي المفروض يفتح تاني، ده بقى قفشه خلاص اليومين دول يباصي ويجري ورا الكوره. عايز الواد يديها اي حد يديها له الكوره يديها له تاني. صدرت فين بقى؟ طب مين تاني كان موجود؟ طيب يعني انت تخش امام لما انصاب قلنا مثلا ايه؟ طب هو الف سلام عليه طبعا. طب لما انصاب قلنا هنلعب بمين؟ اصل انت منزل كل نص الملعب، يعني كان امام وكان بالرمضان وكان حمدي وكان مروان. فاحنا قلنا خلاص انت مروان وحمدي خلاص انت موقفهم عشان ميسي. طب ما هو ميسي الشوط الاولاني ما جاش وما كانش موجود ولا الفرقه كلها كانت موجوده، ما استغلناش ليه الفرصه دي؟ تيجي الشوط التاني لقيتهم هم مسكوا الكوره، تحاول انت تمسك الكوره. يعني انت لما كنت ماسك الكوره هتقول لي اصل هم ما عملوش حاجه اصلا، اصل انت برضه هتقول لي وقفوا ميسي وقفوا مش عارف ايه. ما عملوش حاجه، الفرقه اصلا ميامي دي ما كانتش موجوده الشوط الاولاني، فهم ما عملوش حاجه، ما فيش حاجه راحت عشان الشوط الاولاني. الكره الوحيده اللي جت في العارضه بتاعت ميسي في الدقيقه 45. الشوط التاني بقى شفت كميه الفرص لما هم مسكوا الكوره. طب انت سبت الكوره ليه طيب؟ يعني بقينا نجري ورا الكوره وبقينا هما يمسكوا الكوره وبقينا نلعب طويل. فاحنا عاديين اهو فبنتكلم عادي، فالناس العاقله بقى تتكلم عادي يعني. بقينا نلعب طويل، كل كره تيجي تلعب طويل، كل كره تيجي تلعب طويل. طب ما خمنتش ليه على الشوط الاولاني وتضيع الفرص؟ ما جيب ما مش عايزين اجوان، مش عايزين، احنا خلاص كده كده تعادلنا اهو وخدنا نقطه. ما كملتش ليه زي الشوط التاني زي الشوط الاولاني؟ امسكوا الكره بس. هما خلاص، ده هما عواجيز كلهم. يعني انت اللي تعبت، الفرقه كلها شباب تعبت وهم العواجيز هم اللي لعبوا الشوط التاني وضيعوا الفرص. اخر كوره ايه اللي انتوا بتعملوه اخر كوره دي؟ في حاجه تحرق يعني. الشوط التاني يحرق الدم، الشوط الاولاني برضو حرق الدم في الفرص. حتى كل واحد ليه تعليق كده، حتى تريزيجيه اللي هو كان انشط واحد واحسن واحد، ضربه الجزاء يعني ضيعت التاريخ. يعني انت كان هيبقى اول جون في كاس العالم في النسخه الجديده هيبقى اهلاوي وانت يا تريزيجيه اللي جبتها. وليه زيزو ما شاطهاش مش عارف. يعني هو المفروض ان زيزو احسن واحد في مصر يشوط ضربات جزاء، فهو ضيع الماتش اللي فات، فخلاص يبقى تريزيجيه ملهاش علاقه طبعا. وتريزيجيه داخل الوقت ما تخش عادي يا تريزيجيه. الشناوي برده مش عارف شاط الكوره عمال يعمل كده، مش عارف شال كوره يقع يتصاب. وكل واحد يعمل حاجه حلوه لازم يعمل قدامها حاجه وحشه. ياسر كان من نجوم المباراه. مين تاني؟ ما هم هتيجي قدام تريزيجيه زيزو برمضان، دول اللي كانوا قدام شغالين وماشيين. في وسام ما كانش موجود. كل التغييرات اللي نزلت بقى بلا استثناء ما فيش حد موجود. يعني التغييرات اللي تنزل تغير الشكل، ما هو خلاص الشوط التاني بقى شكلنا وحش، تيجي تغير بقى عشان يبقى شكلنا حلو وشكلنا يبقى اوحش. انت بتطلع الحلو وتنزل اوحش. مش فاهم يعني. حسين خلاص انت ما بقتش موجود يا حسين. الكره الوحيده الحسنه اللي انت الوحيده اللي عملتها في الموسم اللي فات ان انت اديت الكره لامام اللي جابها جون اللي خد بيها هداف الدوري. دي الحسنه الوحيده اللي انت عملتها في الدوري اللي فات. طاهر بقى من ساعه ما لعب اول الدوري ماتشين حلوين من ساعتها ما بقاش موجود. فين يا اسطى؟ طب انت منزل دول، طب اللي قاعدين على الجهاز بره ما قالولوش ليه تريزيجيه حلو في الماتش؟ هتقول ده عشان الماتش الجاي. طب ما تكسب الماتش ده وريحه عشان الماتش الجاي. هتقول لي زيزو، طب اكسب برضه وريح له الماتش اللي جاي. هتقول لي ده اول ماتش ليه؟ طب ما هو كان انشط واحد بعد تريزيجيه
هو اللي جاب لك ضربه الجزاء، هو اللي عمال يرفع عرضيات. وبرضه مش عارفين حته الناحيه اليمين، مش عايز تلعب ليه بحد ناحيه اليمين؟ برضه مش فاهمين. كنا مستحملين الشوط الاولاني وبنقول عادي ما دام ماسكين الكوره ورايحين وجايين خلاص، خلاص ما احنا ما كسبناش، فاحنا لازم نطلع اصل هتقول لي الشوط الاولاني كنا حلوين وضيعنا، احنا برضه ما كسبناش، ما هو لازم نطلع نتكلم. ما هو اللي يحرق الدم برضه ان احنا كنا، لو احنا الشوط الاولاني كنا زي الشوط الثاني كنا قلنا عادي الحمد لله، حلو اول نقطه اللي احنا خدناها ورضا، او لو احنا كنا الشوط الثاني زي الاولاني، لكن احنا الاولاني كنا حلوين ونكسب. فده اللي يحرق الدم وده اللي يضايق. وقلنا استغل فرصه واحده يعني، انت ده حمدي فتحي جات له الجون فاضي، امام كانت الجون فاضي، الكره اللي بالهيد الجون فاضي، ضربه الجزاء مش محتاجه حاجه. فانت كنت مستني عشان تكسب وتاخد الثلاث نقط وتحاول تعدي دور المجموعات، كانت هتبقى فرصه كبيره يعني. لو احنا فزنا خلاص بنسبه 70 80% خلاص احنا هنعدي، لو تعادلنا ماتش واحد حتى من الماتشين الجايين. فانت كده اتعادلت ماتش، فانت هتحاول لازم تكسب ماتش بقى، ما هو الماتشين الجايين اصعب من الماتش ده. عموما الحمد لله على النقطة، وبرضه مش ما اتعصبناش وما اتكلمناش وما زعقناش عشان احنا ورا النادي ورا الفرقة ورا خلاص، وكل الكلام ده قلناه خلاص، ده في بطولة ومش ورا النادي. بس نكمل زي الشوط الأولاني ما لعبنا يعني، احنا فرحنا إن احنا لعبنا كورة، بقالنا كتير ما لعبناش كورة.